ازيكم؟ ان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض شرح الفصل الاول الدرس الثاني تاريخ ثالثه ثانوي. خليكم معايا. السلام عليكم حبايبي طلبة وطالبات ثالثه ثانوي، يا اهلا بيكم في مملكة المؤرخاتي. معاكم مستر احمد حسن، وان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض شرح الفصل الاول وبالتحديد الدرس الثاني في الفصل الاول تاريخ ثالثه ثانوي. طيب بفكركم سريعا كده ان اللي مش مشترك ينزل يشترك في القناة بسرعة، وكمان يدخل على جروب التليجرام اللي سايب لكم فيه اللينك تحت. كمان خش كده بص على القناة وبص على الدروس اللي فاتتك، الدرس الاول وشرح الدرس الاول وحل اسئلة الدرس الاول، عشان تبقى ماشي معايا خطوة بخطوة. يلا بينا وما نضيعش وقت كتير، يلا بينا. طيب درس النهاردة هو الحملة الفرنسية في مصر. يعني احنا خدنا الدرس الاول شكل مصر كان عامل ازاي قبل وصول الحملة الفرنسية، وعرفنا الفروقات ما بين المجتمع المصري والمجتمع الفرنسي. النهاردة ان شاء الله هنتكلم بقى عن الحملة الفرنسية لما جت مصر ونابليون عمل ايه، وهبدأ معاكم بالمقدمة كده اللي كتاب الامتحان عاملها، اللي اصلا بيجي عليها سؤال. يعني بسم الله الرحمن الرحيم سؤال. ايه بقى المقدمة؟ بيقول لي: خرج نابليون بحملته الى مصر ليحولها الى مستعمرة فرنسية في الشرق. ماشي. وفي سبيل تحقيق اهدافه الاستعمارية خالف مبادئ الثورة في بلاده التي كانت تنادي بالحرية. دي فكرة سؤال. ازاي؟ ان في تناقض كبير جدا ما بين اللي نابليون عمله وهيعمله زي ما احنا هنشوف كده في ثورة القاهرة الاولى، ومعاملته للمصريين وفرض الضرائب، والمبادئ اللي هي قامت بيها الثورة الفرنسية، اللي هو حرية الشعوب بقى، والضرائب اللي كانت مفروضة دي تتلغي، ونظام الإقطاع اللي كان عامل مشكلة كبيرة في فرنسا. هو هيضرب بكل ده عرض الحائط، وهيجي يعمل عكس كل ما كانت تنادي به الثورة الفرنسية تماما يعني. طيب تعالوا نبص مع بعض كده على الأول حاجة في الدرس. أولا هو بيقول لي: يتضح من الخريطة السابقة استخدام الأسطول الفرنسي لطريق غير مباشر. خليني أقول لكم سريعا كده الحملة الفرنسية عدت على إيه. الحملة الفرنسية أول حاجة خرجت من ميناء طولون في فرنسا، وبعد كده منه لجزيرة اسمها جزيرة مالطا، ومن جزيرة مالطا قامت رايحة جزيرة كريت، ومن جزيرة كريت راحت مصر. ليه بقى اللفة السوداء اللي هو عملها دي؟ اللفة دي لان هو بيخاف جدا جدا من الاسطول الانجليزي بسبب قوة الاسطول الانجليزي. يعني احنا اتكلمنا عن الاسطول الانجليزي الدرس الاول كتير قوي، ودينا بنؤكد على فكرة قوة الاسطول الانجليزي وتأثيره في مجرى الاحداث بالنسبة للحملة الفرنسية يعني. طيب فهو هنا بيقول لي انه راح اللفة دي ليه كلها؟ قال لي: رغبة في اخفاء خبر خروج الحملة الفرنسية الى مصر. والكتاب بيأكد عليه ويقول لي بسبب قوة اسطولها البحري، عن انجلترا بسبب قوة اسطولها البحري. جميل. طيب نابليون لما يوصل مصر بقى هيعمل ايه؟ اولا نابليون لما يوصل مصر هو عايز يخش بأقل الخسائر. دلوقتي مين الحاكم في مصر؟ الحاكم في مصر الاساسي الشرعي هو الدولة العثمانية. ولو نابليون هيحاول يتجنب حد، ففي دماغه مش هيبقى المماليك خالص. الراجل مذاكر مصر كويس جدا، وعارف ان كان في نزاعات كبيرة جدا ما بين المماليك وبعضهم، ولو لقى مقاومة منهم مش هتبقى المقاومة اللي تخوفه يعني. هو عايز يتفادى فكرة انه يقابل الدولة العثمانية. نضيف حاجة كمان بقى، انه عايز يتفادى المقاومة بتاعة المصريين، مش عايز اي مقاومة موجودة من المصريين. وبناء عليه هو حاول يشتغل على الحتتين دول. فهيعمل ايه؟ اول حاجة هيحاول يجامل الدولة العثمانية، تاني حاجة هيحاول يعمل طمأنة للمصريين، وفي نفس الوقت هيعمل تهديد للمصريين برضو. ودي فكرة سؤال في حصة حل الأسئلة إن شاء الله هنشوفها، إن نابليون استخدم في المنشور اللي وزعه على الأهالي أو وزعه على المصريين يعني، أو وصله للمصريين قبل ما يدخل اسكندرية أو قبل ما الحملة توصل، انه كان بيعمل حاجة اسمها تهديد وترغيب. يعني بيدي كده شوية ايجابيات عن الحملة، وانا جاي اخلصكم من المماليك زي ما هنشوف كده، وكمان بيهدد في نفس الوقت ان اللي مش هيسمع كلامي هزعله. هنعرف مع بعض بقى.
طيب، رأى نابليون أن خير وسيلة لتوطيد سلطته في مصر هو العمل على أول حاجة زي ما أنا اتكلمت كده، هو مجاملة الدولة العثمانية بقدر المستطاع، مش عايزين مواجهة مع الدولة العثمانية. رقم 2، اجتذاب المصريين إلى صفه وذلك بإقناعهم. هتقنعهم ازاي بقى يا عم نابليون؟ زي ما أنا قلت هو مش عايز مقاومة من المصريين، فازاي هيقنعهم بقى؟ أول حاجة محاربة المماليك، هو بيوعد المصريين بقى انه هيحارب المماليك. محاربة المماليك الغرباء عن البلاد الذين يستنزفون ثروة البلاد ويظلمون اهلها. يا حنين. تاني حاجة العمل على انشاء حكومة اهلية يكون الحكم فيها للمصريين. خلاص بقى يا مصريين لازم تحكموا نفسكم بنفسكم بقى، وانا مش عاجبني اللي المماليك بيعملوه والكلام ده. طب هل الوعود دي هتمشي مع المصريين؟ هتجيب سكة كده مع المصريين؟ الإجابة لا. المصريين هيقاوموا بكل ما آتاهم الله من قوة، سواء بقى في اسكندرية أو في الصعيد أو ثورة القاهرة الأولى والتانية. كل دي أدلة على إن المحاولة بتاعة الدهاء السياسي، ودي فكرة سؤال برضو، محاولة الدهاء السياسي اللي نابليون عملها علشان يهدي المقاومة المصرية أو يمنع المقاومة المصرية فشلت فشل ذريع. لا، المصريين كانوا فاهمين كويس جدا وبدأوا يقاوموا بشكل شرس زي ما هنعرف. طيب، وقد عبر عن ذلك اللي هو ايه الحاجتين اللي هي مجاملة الدولة العثمانية وانه يحاول يجتذب المصريين في منشور يونيو سنة 1798 الذي وزعه قبل وصول الحملة الى الشواطئ المصرية. وبالرغم من لغة التودد، ده الترغيب اللي انا قلت عليه، كنا قلنا من شوية ان هو استخدم سياسة ترغيب وترهيب. حلو. وبالرغم من لغة التودد التي جاء بها نابليون في هذا المنشور، إلا أنه في نفس الوقت هدد الترهيب بحرق القرى والمناطق التي تحاول التعرض للقوات الفرنسية. تعالوا نشوف المنشور بتاعنا ايه كده، رغم انه جاي معلومة إثرائية لكن دي فكرة سؤال واحنا بنحل ان شاء الله هتشوفوه. طيب، بيقول إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، يقصد المماليك، وأنني أكثر من المماليك إيمانا، أعبد الله سبحانه وتعالى. طيب قوي. واحترم نبيه والقرآن العظيم. يا جميل. وأن جميع الناس متساوون عند الله، وأن الشيء الذي يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط. وأنه إذا كانت الأرض المصرية التزاما للمماليك، يعني لو الأرض المصرية كده المماليك معهم عقد بيملكهم الأرض المصرية، فليرونا الحجة التي كتبها الله لهم، يعني ورونا كده ايه العقد اللي معاهم ده ولا الحجة اللي ربنا عز وجل اداها لهم. يعني الراجل طبعا كده بيستنكر تحكم المماليك في مصر يعني، وبيوعد المصريين ان هو هيعمل معاهم احلى واجب وانه هيخلصهم من المماليك والجو ده. الكلام ده بقى هيمشي مع المصريين زي ما قلت ولا الهوا؟ طيب، نزلت الحملة شواطئ الاسكندرية في اوائل يوليو سنة 1798. هنا هيجي لي سؤال يقول لي يا مستر، هو انا محتاج احفظ التواريخ؟ بصوا كده السؤال، هو انا محتاج احفظ التواريخ؟ الاجابة بصوا انا هكتب ايه. ايوه، لازم تحفظوا التواريخ. هي اصلا مادتنا اسمها تاريخ، يعني توثيق للاحداث. لا، الوقت عامل مهم جدا، هي دي المادة اصلا. طب يا مستر ليه كده بتقول ده بعنف قوي كده؟ يا جماعة الأسئلة اللي بتيجي دايما بتعتمد، أو في أسئلة كتير جدا بتعتمد على التواريخ. لو في حد مش عارف تواريخ معينة هيبقى عنده مشكلة، فأنا لازم أعرف تواريخ، بل والله مش السنين بس، أحيانا هنحتاج الشهور. يا نهار أبيض، الموضوع ده صعب. لا خالص، الموضوع ده مش صعب تماما. الموضوع ده صعب على اللي هيقرأ الدرس مرة واحدة بس ويعتمد على الفهلوة ودماغه المنورة وعقله الجميل اللي هيفكروا بالمعلومات كلها. الموضوع ده بيحتاج واحد بيذاكر باستمرار، واحد بيقرأ الدرس اكتر من مرة، واحد بيطبق باستمرار. الدور اللي عليا ايه؟ ان انا دايما هنزلك مراجعات. يعني احنا عشان لسه في الفصل الاول لسه ما خلصناهوش، فبناء عليه لسه ما شفناش المراجعات بتاعتي. هنزل لك مراجعات، وهنزل لك البنك الاسئله بتاع كتاب الامتحان محلول في محاضره لوحده. هنزل لك كمان مصادر تانية، كتب تانية، في كتب تانية للتاريخ، كتب خارجية هنستخدمها. هحل معاك امتحانات السنين السابقة، كل ده هفهمهولك بالشرح، بس خلي بالك طويل وركز معايا كده. انما حضرتك تقرا الدرس مرة واحدة، او حضرتك تقرا الدرس مرة واحدة بس، او نعتمد بقى على الذاكرة والكلام ده، لا، تفاصيل عندنا في المنهج مش قليلة، وبنحتاج دايما نعدي باستمرار على المنهج بتاعنا. فنركز كده ونستهدى بالله، واحنا في ثالثه ثانوي. يعني احنا اصلا السنه دي سنه المجهود. لو ما كناش هنتعب السنه دي يعني المفروض هنتعب امتى يعني؟ فمعلش شدوا حيلكم شويه
ومطلوب مننا حفظ التواريخ الملخص يعني. انا عارف ان انا صدمتكم دلوقتي، بس لا، لازم نحفظ تواريخ. لازم نحفظ تواريخ. مش هقولها تاني بقى خلاص، عشان هتقفلوا كده الحصة خلاص. طيب المهم، الحملة نزلت امتى؟ في يوليو، في شهر 7 سنة 1798. جميل. وفوجئ بهذا النبأ حكام المماليك في القاهرة. فوجئ المماليك في المنهج السنة دي يتفاجئوا بس، ما بيعملوش حاجة تاني. طب يا مستر ايه فوجئ المماليك دي؟ الناس دول مش جاهزين، مش محصنين البلد زي ما احنا هنشوف كده، مش عاملين اي حاجة غير ان هما بيتخانقوا مع بعض مين يحكم. اهو مش هيبقى في دولة تحكموها اصلا. وفوجئ بهذا النبأ حكام المماليك في القاهرة، حيث أنهم لم يهتموا بتحصين حدود البلاد لمواجهة أي أخطار محتملة، لأن قواتهم قد استهلكت في النزاعات الداخلية فيما بينهم. اللي بيتخانقوا مع بعض، فاحنا مش فاضيين بقى للحملة الفرنسية والكلام الفاضي ده. وبالرغم من ذلك لاقت الحملة الفرنسية الكثير من المتاعب وصور المقاومة منذ يومها الأول في مصر، والذي يتضح فيما يلي. المخطط اللي احنا شايفينه قدامنا ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ايه هي صور المقاومة. اول حاجة هنشوف المقاومة بتاعت اهل اسكندرية، بعد كده ده بالترتيب بقى، بعد كده معركة شبرخيت همبابة، بعد كده معركة ابي قير البحرية بتاعت انجلترا، بعد كده اهالي الصعيد، ثورة القاهرة الاولى، بعد كده تحالف انجليزي روسي عثماني وحملة نابليون على بلاد الشام، واخيرا ثورة القاهرة الثانية. في احداث تانية بس احنا بنتكلم في الحتة دي عن المقاومة، الاساس هنا المقاومة يعني. حلو الكلام. اول حاجه اسكندريه. نابليون نزل اسكندريه بعد ما وزع المنشورات، واحنا قلنا ان المنشورات اللي وزعها نابليون ما عملتش حاجه. طيب لما نزل على اهالي اسكندريه، هل اهالي اسكندريه دول كان عندهم خبره عسكريه؟ مستر انت قلت لي فين المماليك؟ انا قلت المماليك مشغولين بيتخانقوا مع بعض، ودلوقتي بتكلم عن اهالي اسكندريه. ما بقولش الجيش المملوكي في اسكندريه، ما بقولش الجيش العثماني في اسكندريه، بتكلم على الاهالي. هل الاهالي عندهم خبره عسكريه؟ ما فيش. اللي طلع بقى بالشومه، واللي طلع بغطا حله، واللي طلع بسكينه الخيار بتاعته. المهم هي دي المقاومه اللي هم عملوها يعني. طب مين محافظ اسكندريه او حاكم اسكندريه وقتها؟ كان الزعيم محمد كريم. اخذ على عاتقه الدفاع عن مدينه الاسكندريه، ولكن في فرق في السرعات. يعني القوة الفرنسية هايلة جدا بأسلحة متطورة جدا، المماليك نفسهم مش هيقدروا يصمدوا قدامها زي ما هنعرف، والمصريين خارجين لا حول لهم ولا قوة زي ما أنا قلت كده. فطبعا المقاومة الفرنسية انهزمت المقاومة المصرية في اسكندرية انهزمت أمام الحملة الفرنسية، وتم القبض على محمد كريم وإعدامه لاحقا ما تعدمش في وقتها، وبالتحديد في سبتمبر شهر 9 سنة 1798، اللي هو السنة اللي جت فيها الحملة. إذن الحملة وصلت يوليو شهر 7، ومحمد كريم اتعدم في شهر 9. طيب تعالوا نشوف الكلام ده بقى. بيقول لي ايه؟ بيقول لي نزلت الحملة إلى الإسكندرية فقاومها الأهالي بزعامة حاكم المدينة السيد محمد كريم، ولكن الحملة استطاعت الاستيلاء على الإسكندرية، يعني فشلت المقاومة يعني، واعتقال السيد محمد كريم الذي أعدم رميا بالرصاص فيما بعد في سبتمبر سنة 1798. طيب هو هنا جايب لي سؤال حلو قوي برضه هتوقف عنده، بتاع دلل ظهور فشل منشور نابليون في تحقيق أهدافه عند نزول الحملة الفرنسية إلى الإسكندرية. يا جماعة السؤال ده حلو جدا، وأنا أقدر أجاوبه إزاي؟ إن كان في مقاومة. هو لو المنشور نجح مش هيبقى في مقاومة، لو نجح في اجتذاب المصريين ما كانش هيبقى في مقاومة، إنما في مقاومة يعني المنشور فشل. حلو الكلام. طيب لما المماليك بقى اتوبوا كده وقالوا يا نهار ابيض ده الحق، ده بيقولوا لنا ان في فرنسيين جايين من شمال مصر ودخلوا اسكندريه، دي النيله السوداء، اجرى مراد، اجرى ابراهيم. مراد بيك قام جاري وبدا يجهز الجيش بتاعه، وراح ناحيه كده محافظه البحيره زي ما احنا شايفين الخريطه قدامنا كده. واول لقاء ما بين القوتين العسكريتين، الحمله الفرنسيه والمماليك، كان في معركة اسمها معركة شبرخيت. اتصدم بقى مراد بيك، لأن مراد بيك كان رايح على أساس إن هو رايح يقابل المماليك، أو رايح يقابل الحملة الفرنسية أو الفرنسيين اللي هم عاديين، يعني ناس عادية يعني. والراجل بقى رايح بالفارس بقى والحصان بتاعه، وقابلني فارس لفارس والكلام ده كله. راح لقى مدافع، يعني هو ما كانش يعرف المدافع دي شكلها عامل ازاي أصلا. فطبعا لما راح لقى اتصدم الصدمة دي، اتهزم شر هزيمة في معركة شبرخيت، وتقهقر وقام راجع تاني الى امبابة، وقام نادها على صديقه ابراهيم بيك
المملوكي برضو، واجتمعوا هما الاتنين او رابطوا عند امبابة علشان يحاولوا بقدر الامكان ان هما يوقفوا نابليون قبل ما يوصل للقاهرة. يبقى ما حدش يجي يقول لي بعد شبرخيت استطاع نابليون السيطرة على القاهرة، لا، اسكندرية الاول سيطر عليها نابليون، بعد كده راح واجه المماليك في شبرخيت، تقهقر المماليك بعد ما اتهزموا وبالتحديد مراد بيك، وربطوا عند امبابة، وبالاشتراك ما بين مراد بيك وابراهيم بيك اتهزموا برضه في امبابة. يبقى دخول نابليون القاهرة كان بعد هزيمة المماليك في معركة امبابة، خلي بالكم من النقطة دي. طيب تعالوا نشوف الكتاب عامل ايه. خلي بالكم انا بمشي معاكم كلمة كلمة، يعني اللي معاه الكتاب هيلاقيني بعدي على كل كلمة وكل حرف وانا بشرح. مرة بشرح انا قبل ما اقرأ الكلام، ومرة اقرأ الكلام، بحيث ان احنا يعتبر شرحنا مرتين. ده بالاضافة ان انا بحاول ادخلك وانا بشرح فكرة سؤال، فلما نيجي نحل الاسئلة مش هتحس ان انت جاي من الهند، هتحس ان انت ايه، لا انا فاهم، انا شفت الكلام ده قبل كده، في حد قال لي الكلام ده قبل كده. طيب اول حاجه معركه شبرخيت، بيقول لي واصلت القوات الفرنسيه زحفها نحو القاهره، وفي طريقها لقيت مقاومه من المماليك، حيث التقت بقوات مراد بيك بالقرب من شبرخيت في امبابة. نتائجها هزيمه المماليك. اي معركه السنه دي فيها مماليك واي حد، هزيمه المماليك. هزيمه المماليك وتقهقر يعني تراجع مراد بيك جنوبا للدفاع عن القاهره، وربط عند امبابة. حلو. تاني حاجه موقعة امبابة، النتائج بتاعتها نجاح الفرنسيين في هزيمه المماليك نفس نتيجه شبرخيت. ولكن هنا بقى في حتة مهمة جدا جدا. مش انا قلت كان عندي واحد اسمه مراد بيك وعندي واحد اسمه ابراهيم بيك؟ تعالوا ناخد حتة سهلة كده. الاتنين هربوا، سواء مراد بيك وابراهيم بيك. انا علمت على الدال عند مراد لان مراد هرب راح الصعيد، فمراد بالدال راح الصعيد بالدال برضو، يعني بنحاول نطلع اي حاجة كده نفتكر بيها المعلومة. ابراهيم بيك اخر حرف في الميم، فراح الى بلاد الشام اللي برضو اخر حرف فيها ميم، بالاضافه انه خد معاه كمان الوالي العثماني، وهو ماشي قام واخد معاه الوالي العثماني الى بلاد الشام. يعني اذا في انقسام حصل للمماليك بعد معركه امبابة. الاتنين جريوا، واحد فيهم قال لا انا هروح الصعيد، والتاني اختلف معاه وقالوا لا انا همشي هجري الى بلاد الشام، اشوف بقى ايه مساعده من الدوله العثمانيه، اشوف بقى هعمل ايه في الليله السوداء اللي احنا فيها دي. وخد معاه كده سريعا كده الوالي العثماني. حلو الكلام. اذا فرار كل من مراد بيك للصعيد وابراهيم بيك ومعه الوالي العثماني للشام. دخل نابليون وقواته القاهره في يوليو 1798، هو نفس الشهر اللي دخل فيه اسكندريه، الراجل ما بيضيعش وقت، بعد ان خلت من اي قوه للدفاع عنها. يبقى انا عندي كده في فراغ سياسي بقى. يبقى لو جاب لي سؤال وقال لي الفراغ السياسي في مصر حصل امتى، بعد مقاومه اسكندريه ولا بعد شبرخيت ولا بعد امبابة، هقول له لا بعد امبابة. حلو الكلام. طيب بعد كده بيقول لي ايه، بيقول لي بعد دخول نابليون القاهره اسرى قواته الى باقي انحاء مصر. يعني الراجل ما اكتفاش بكده، لا ده بعد ما دخل الى القاهره بدأ يرسل القوات بتاعته لباقي انحاء مصر عشان يسيطر على بقيه مصر يعني. ولكن للأسف الشديد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. في أغسطس يعني الشهر الثاني من الحملة، الراجل بدأ الأول يوزع المنشورات في يونيو شهر 6، بعد كده وصل بالفعل إلى مدينة الإسكندرية في شهر 7 يوليو، ودخل شبرخيت وامبابة في يوليو برضه. في أغسطس الشهر اللي بعديه على طول بقى سنة 1798 واجه أسطول الحملة الفرنسية الأسطول الإنجليزي في معركة أبي قير البحرية. يا نهار أبيض، ايه يا عم اللي حصل؟ هو مش انت يا مستر قلت لنا ان الراجل عمل تمويه جامد جدا ومن طولون لمالطا لكريت للقاهره؟ ازاي الاسطول الانجليزي عرف؟ قال لك لا، الاسطول الانجليزي اول ما خرج الاسطول الفرنسي حس ان في غدر بيحصل كده، قام عامل ايه؟ قام واخد نفسه، امرت انجلترا بخروج الاسطول الانجليزي عشان يدور على الحمله الفرنسيه دي طالعه ورايحه فين، وهوب قفشوها في ابي قير في مدينه اسكندريه، ودارت بينهم معركه. للاسف طبعا للاسف الشديد ده بالنسبه لنابليون، اتهزم الاسطول الفرنسي شر هزيمه، بل ان الاسطول الفرنسي كله اتدمر، كله غرق. ودي كانت نقطه فاصله في مستقبل الحمله الفرنسيه في مصر يعني. تعالوا نشوف موقعة أبي قير البحرية في أغسطس سنة 1798. ده القائد الرسمة بتاعته قدامنا كده، ده نيلسون قائد الأسطول الإنجليزي، اسمه نيلسون. أطرافها الأسطول الإنجليزي بقيادة نيلسون، وأسطول الحملة الفرنسية
نتائجها بقى ايه اللي حصل؟ زي ما قلت، اغراق اسطول الحملة الفرنسية في خليج ابي قير، مما ترتب عليه القضاء على امال فرنسا في بسط سيطرتها على حوض البحر المتوسط وحرمان الحملة من امدادات فرنسا لها. نتيجتين اهم من بعض. فرنسا كانت جاية عندها امال وطموحات انها تعمل حركة. تعمل ايه يا مستر الحركة اللي بتقول عليها دي؟ تسيطر على حوض البحر المتوسط. يعني ايه حوض البحر المتوسط؟ يعني كل الدول المطلة على البحر المتوسط وتسيطر على التجارة والدنيا تبقى حلوة قوي. هل ده حصل؟ لا، ما حصلش. ده زيد الطين بلة بقى ان هم اتحرموا من امدادات فرنسا ليهم. ليه؟ لان انا عندي واقف على سواحل البحر المتوسط الاسطول الانجليزي، فاي حاجة هتعدي. يعني مثلا لو انا عملت خريطة كده اهو، وعايز اشوف مين واقف هنا على سواحل البحر المتوسط، دي حاجة كده شبه السفن. انا في الرسم ما عنديش شم ارحميني، رسام. ده الاسطول الانجليزي اللي باللون الازرق ده، وخلينا نقول ان الحملة الفرنسية واخدة اللون الاسود ده. سؤال، هو فرنسا اللي هي موجودة هنا في اوروبا بقى، لو جت تبعت امدادات للحملة مين هيقف لها؟ اللي هيقف لها الاسطول الانجليزي، هيضرب اي امدادات رايحة من اوروبا لفرنسا. يبقى اصبح الجنود حاسين ان هم في مصر محاصرين، في حصار موجود، فبالتالي القضاء على امال فرنسا في السيطرة على البحر المتوسط وكمان منع امدادات فرنسا للحملة اللي موجودة في مصر. وبناء عليه بدأ نابليون يتجنن بقى ويفرض ضرائب على المصريين. ما هو هيجيب منين؟ لا في اكل، لا في شرب، ولا في سلاح، ولا في امدادات للجيش. فانا هجيب الكلام ده منين؟ من المصريين بقى. ارمي بقى يا عم المنشور اللي انت جايبه ده، فكك بقى من الحوارات اللي انت قلتها دي، وانني ما قدمت اليكم الا لاخلصكم من الظالمين والجو ده. اظهر على حقيقتك بقى يا نابليون، وابدا افرض الضرائب على المصريين بقى عشان تعرف هتعمل ايه او مستقبل الحمله بتاعتك هيمشي ازاي يعني. طيب، مقاومه اهالي الصعيد. طيب، نابليون لما المماليك جريوا هو عرف ان مراد بيك جري ناحيه الصعيد، فقام مكمل بالقوات بتاعته ويروح ناحيه الصعيد. لكن في مشكله كبيره جدا في الصعيد بقى. هو نابليون حاول في الاول يغري مراد بيك، في كده اغراء حصل له من نابليون. نابليون قال له ايه؟ بقول لك ايه، ما تسيبك من المقاومه اللي انت بتعملها دي، انا عارف وانت عارف انت بتعمل ايه. انت مش حبا في مصر، انت عايز تحكم، عايز تبقى حاكم. خلاص اوكي، انا هخليك تحكم الصعيد تحت اشراف فرنسي، ولكن بشرط انك تخمد المقاومه. الروح الوطنيه عند مراد بيك كانت لسه سخنه، فرفض العرض. مستر ليه بتقول كانت لسه سخنه؟ لانه هيقبل نفس العرض من كليبر بقى، يعني هتكون الروح بقى بردت شويه، الروح الوطنيه دي يعني. المهم، مراد بيك كان في اغراء من ناحيه نابليون لكن رفض، فبدا نابليون يضرب القوات بتاعه مراد بيك وفعلا هزمها يعني. لكن المقاومه بتاعه اهل الصعيد استمرت تقريبا 10 شهور. في ال10 شهور دول نابليون معرفش يسيطر على اهالي الصعيد. ليه بقى؟ اولا بسبب طول الوادي. يعني لو انا عملت نفس الخريطه الجميله اللي انا كنت لسه عاملها كده من شويه، بصوا كده، انا اطول حاجه عندي وادي النيل اللي هو الاجزاء دي كلها. نابليون عايز يخرج من الحته دي كده في القاهره، وعايز بقى يسيطر على اهل الصعيد دول. فحصل عنده كذا مشكله. اول حاجه طول الوادي، وده طبعا بنترجمه لو جالنا في سؤال بجغرافية مصر. الجغرافيا اثرت على حملة فرنسية في ايه؟ اثرت، ايوه، طول الوادي ده انهك القوات الفرنسية. تاني حاجة، ان انا عندي في قوات جت من شبه الجزيرة العربية، وده بنسميه في الاسئلة دعم خارجي. جالنا دعم خارجي من بره مصر. زائد طبعا ان اهالي الصعيد استخدموا حاجة اسمها حرب المناوشات المتفرقة. مستر يعني ايه حرب المناوشات دي؟ حرب المناوشات معناها اضرب واجري، يعني اضرب واختفي. فطبعا ده بينهك مع الوقت القوات الفرنسية. تعالوا نشوف بقى الكلام اللي احنا قلناه ده هنا كده. طيب، اشتعلت روح المقاومة؟ لا، تعال نشوف من الاول. اتجه نابليون بقواته الى الصعيد للقضاء على المماليك بقيادة مراد بيك لخطورة ذلك على الملاحة في نهر النيل. يبقى افهم من كده ان مراد بيك كان عايز يسيطر على الملاحة في نهر النيل. هنحتاج كل ده واحنا بنحل اسئلة. وعرض عليه حكم الصعيد تحت اشراف الفرنسيين مقابل التسليم، ولكن مراد بيك رفض. كان لسه الروح زي ما قلت ايه، سخنة شوية. فدارت بينهما المعارك واستطاع نابليون الانتصار. قلت اي حاجة فيها مماليك، مراد بقى ابراهيم عبد السلام، هزيمة المماليك.
اشتعلت روح المقاومة في نفوس أهالي الصعيد واستمروا في المقاومة قرابة 10 شهور. طيب الحملة الفرنسية فشلت ليه في إغراء أهالي الصعيد؟ زي ما قلنا بسبب طول الوادي، تعاون بعض قوات المماليك مع أهالي الصعيد، إذا في دعم مملوكي، ما هو مراد وسطهم، مجيء قوة من الجزيرة العربية وانضمامها للمقاومة اللي هي اللي وضحتها على الخريطة وقلت دي المساعدة الخارجية، يعني اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات المتفرقة والمعارك المتفرقة. هنتنقل بعد كده لثورة القاهرة الأولى في شهر 10 أو في أكتوبر سنة 1798. إيه بقى ثورة القاهرة الأولى دي؟ مش أنا قلت إن نابليون لما حصل فيه مشكلة وهي قطع الإمدادات من فرنسا ليه وهو في مصر، بدأ يفرض الضرائب على المصريين؟ كده كده المصريين مش قابلينك في منشور، مفيش منشور، المصريين مش طايقينك تيجي أساسا، فبناء عليه لما تفرض ضرائب وتزودها المصريين مش هيسكتوا لك، فهيعملوا ثورة. طيب الثورة دي كان المقر بتاعها فين؟ في الأزهر الشريف. فلما ساعات كده ممكن يجي يقول لي إيه، حركات المقاومة في مصر بدأت قيادتها، ويبدأ يقول لي اختيارات منها أفراد الطبقة الوسطى اللي هم العلماء بقى بتوع الأزهر والأزهر الشريف والكلام ده، فدي هتبقى الإجابة يعني. طيب لما قابلنا السؤال هنبقى نحله. أثناء الثورة دي بقى حصل إيه؟ قال لك قتل الحاكم الفرنسي لمدينة القاهرة، ده كان اسمه دي بوي، مش علينا يعني. اشتعلت الثورة في الأقاليم المجاورة، يعني مش القاهرة بس، مما دفع الفرنسيين لاستخدام القمع والإرهاب لإخمادها. الله، ظهر الوجه الحقيقي بقى، الوجه الحقيقي لنابليون وأعوانه بدأ يظهر بقى. انسى بقى إيه الكلام الجميل واللطيف اللي أنت كنت بتقوله. تم إعدام الكثير من الثائرين، إعدامها. تم اقتحام القوات الفرنسية الجامع الأزهر بخيولهم، مما أثار الشعور الديني للمصريين. دخل بالخيول بتاعته بقى الجامع الأزهر، وده طبعا عصب المصريين أكتر أو اداهم الشعور الديني، زعلوا قوي على اللي حصل ده يعني. طيب نابليون بيخرج من فخ الفخ زي ما بيقولوا كده، بيخرج من مشكلة يدخل في مشكلة تانية. وهو قاعد كده اتفاجئ إن في تحالف دولي ضده. مستر ده تحالف اوروبي؟ لا يا باشا، ده تحالف دولي. طب يا مستر مين بقى التحالف الدولي ده؟ تعال اقول لك كده. الدولة العثمانية، نابليون قال عادي ولا يهزني، ومن قايلين له معاها روسيا، قال اللهم تصالحوا ولا ايه؟ ومش كانوا بيتخانقوا مع بعض ايام حركة علي بيك الكبير؟ قلت له لا اسكت، والبعبع اللي بيخوفك انا عارف، انجلترا. يا سوادك يا سوادك يا نابليون. طيب اعمل ايه؟ طب فهمني ايه اللي بيحصل. قلنا له ان الدولة العثمانية تحالفت مع روسيا وتحالفت مع انجلترا، وناوية تبعت لك حملات كتير، منها حملة برية ومنها حملة بحرية. طيب حلو، يبقى بيقول لي تحالفت الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا لإخراج الفرنسيين بالقوة العسكرية. فقررت الدولة العثمانية إرسال حملتين، واحدة برية جاية من جهة الشام. بصوا جاية منين؟ جاية من هنا، يعني المفروض الحملة العثمانية هتيجي من الحتة دي البرية، والتانية حملة بحرية متجهة إلى الإسكندرية. جاية مين بقى؟ من جزيرة رودس في اليونان، رايحة بقى تكمل عشان توصل فين؟ اسكندرية. يبقى نابليون في قدامه مشكلتين دلوقتي، في حملتين جايين. الحملة الأولى حملة برية جاية من جهة الشام، والتانية حملة بحرية. وعندما علم نابليون بذلك خرج بحملته إلى بلاد الشام. اللي هو إيه؟ أنا أتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيا. وده تغيير في الفكر الاستراتيجي لنابليون. نابليون مش جاي يحارب على اكتر من جبهة، نابليون جاي يحارب في مصر. طب ايه القرار المفاجئ انك تعمل حملة جديدة على بلاد الشام؟ علشان انا عرفت ان في حملة عثمانية جاية، فبالتالي هغير الفكر الاستراتيجي بتاعتي، هغير السياسة بتاعتي، واروح اعمل حملة على بلاد الشام. وعندما علم نابليون بذلك خرج بحملته الى الشام في مارس سنة 1799. دخلنا بقى السنة اللي بعدها لمقابلة الجيش العثماني اللي هي الحملة البرية. طيب وصل نابليون الى بلاد الشام، ودخل بقى كل المناطق الساحلية. وخلي بالكم، تعالوا كده ناخد اللون الازرق، خلي بالكم انا عمال اقول ايه؟ المناطق الساحلية. هنا نابليون هيقابله مشكلة كبيرة قوي، وهو بيسيطر على المناطق الساحلية زي العريش وغزة ويافا اللي عمل فيها مسبحته الشهيرة، وعكا. المناطق دي كلها مناطق ساحلية، نابليون هيسيطر عليها بريا فقط. المفروض ان هو بيسيطر عليها، يحاصرها من كل الاتجاهات، بري وبحري، لكن هو مش عارف يسيطر بحري. ليه؟ عشان حاجتين. الحاجة رقم واحد انه اتهزم في معركة ابي قير البحرية، فما كانش عنده اسطول.
يعني معهوش اصلا سفن. تاني حاجة ان حتى لو معاه سفن متبقية من معركة ابي قير البحرية، فانا عارف ان الاسطول الانجليزي واقف في البحر المتوسط، فبرضه نابليون مش عارف يعمل حاجة. اذا دي نقطة ضعف كبيرة جدا لنابليون، ان هو بيسيطر على الاماكن دي بريا فقط، وده هنحتاجه في الاسئلة. طيب نابليون وصل لمدينة عكا لكنه فشل ليه يا عم؟ قال لك اول حاجة حصانتها محصنة فيها قلاع كتير، واستبسال اهلها، شجاعة اهلها يعني، بقيادة حاكمها احمد باشا الجزار، اسم على مسمى، الليمبي. احمد باشا الجزار، بوحة مش الليمبي لا. فبناء عليه احمد باشا الجزار ببسالته وشجاعته هو واهالي عكا منعوا نابليون ان هو يدخل. دي حاجة. الحاجة التانية قال لك معاونة او مساعدة الاسطول الانجليزي لها. يبقى انا عندي حاجتين، احمد باشا الجزار والاسطول الانجليزي. لو قال لي بما تفسر سؤال مقالي كده بيطبطب عليا بيه درجتين كده في الهوا، او درجة حتى بيديها لي كده من لا شيء، يقول لي ليه نابليون فشل في دخول عكا، هقول بسبب حصانتها وبسبب استبسال اهلها بقيادة حاكمها احمد باشا الجزار ومعاونة الاسطول الانجليزي لها. طيب نابليون قرر اثناء حصار نابليون لعكا وهو بيحاصر الحتة دي كده، قابل بقى الجيش العثماني اللي هو هديله كده انا اللون الاسود ده، قابله نابليون هنا وانتصر عليه نابليون على السريع كده من غير يعني ما يحصل مشاكل نابليون. وده دليل على فرق القوات او فرق القوة ما بين قوة نابليون والدولة العثمانية. طيب نابليون بعد كده عمل ايه؟ قال لي قرر نابليون العودة الى القاهرة، وما ان وصل اليها جاءه نبأ وصول الاسطول العثماني اللي هو الحملة البحرية اللي كانت جاية منين يا عم احمد؟ جاية من جزيرة رودس، رايحة فين؟ رايحة اسكندرية. قام طالع ناحية ابي قير وعمل معركة اسمها معركة ابي قير البرية. يبقى انا عندي في فرق كبير جدا ما بين ابي قير البحرية وابي قير البرية. ابي قير البحرية اتعمل فيها الجلاشة مع نابليون وغير الاسطول الفرنسي كله، انما ابي قير البرية ان نابليون بعد ما رجع من الحملة الفرنسية على بلاد الشام سمع ان الحملة العثمانية اللي جاية من جزيرة رودس نزلت في اسكندرية في ابي قير، فراح عمل معاها معركة ابي قير البرية. خلاص. طب ما ينفعش اقول عليها بحرية ليه؟ لا ما ينفعش، لان اصلا الراجل مش معاه اسطول زي ما قلنا، الاسطول الفرنسي اتدمر بالكامل في معركة ابي قير البحرية. طيب رحيل نابليون من مصر. ايه المشكلة بقى يا عم؟ قال لك المشكلة ان نابليون جاله خبر، الحق يا نابليون، ده النمسا وحلفائها عملوا ايه؟ اتفقوا ضد الحكومة الفرنسية، وقاموا قايلين لنابليون ايه؟ قالوا له تعالى بسرعة. فنابليون هرب سرا، الراجل هرب سرا من سواحل البحر المتوسط علشان يروح يحل المشكلة دي، واتغير الحاكم بتاع الحملة الفرنسية في مصر من نابليون اللي استمر 1798 و 1799 لحد كليبر اللي جاي كان عامل كده. الله، طب عامل كده ليه؟ كان عامل كده لانه مش متفائل. مالك يا عم؟ قال انا مش متفائل. خلاص. طب ليه مش متفائل؟ قال يا راجل ده انا الجنود بتوعي قالوا، والمقاومة المصرية ما بتخلصش، والمماليك عمالين يقاوموا، وكمان الدولة العثمانية عمالة تبعت حملات، مش عارف الاقيها منين ولا منين، انا عايز امشي، انا عايز اروح، مش عايز اكتر من كده. دي كانت طلبات كليبر. كليبر ادرك استحالة بقاء الحملة الفرنسية في مصر. تعالوا نشوف الاول بس الحتة اللي احنا قلناها فوق دي. قال لي قرر نابليون العودة إلى فرنسا سرا لمواجهة المتاعب التي تعرضت لها الحكومة الفرنسية مع النمسا وحلفائها، تاركا قيادة الحملة لنائبه كليبر في أغسطس سنة 1799. كليبر أدرك كليبر استحالة بقاء الحملة. ليه؟ لأن أنا قلت لك شوية حاجات كده هي دي الأسباب. أول حاجة تناقص عدد جنود الحملة، عدد الجنود بيقل كل شوية، حرب مناوشات في الصعيد، على مقاومة من المماليك، على مين مش عارف، واحد مصري قتل واحد فرنسي، فالدنيا بتقل ومفيش امدادات. مواصلة ارسال الدولة العثمانية لحملاتها الى مصر ضد الحملة، وتجدد مقاومة المماليك وثورات المصريين. ونتيجة لما سبق، مش انا قلت كليبر قال عايز امشي؟ قال لمين بقى؟ قال لاتنين، قال للاسطول الانجليزي اللي هو بقيادة نيلسون، وقال للدولة العثمانية، وعمل مع الدولة العثمانية معاهدة اسمها معاهدة العريش سنة 1800. بتقول ايه؟ بتقول ان الحملة الفرنسية تخرج من مصر على نفقة العثمانيين. الدولة العثمانية هتجيب
الجيش بتاعها او الاسطول بتاعها عشان تخرج الحمله الفرنسيه من مصر يعني. طيب حتى لو نيلسون وافق اللي هو قائد الاسطول الانجليزي، رفضت الحكومه البريطانيه في بريطانيا، رفضوا الموضوع ده وقالوا له عايز تخرج يا حبيبي تخرج اسير حرب، تخرج اسرى حرب، مش هتخرج بكرامتك كده وانت رافع راسك يعني. المهم، ونتيجه لما سبق، عرض كليبر على السلطان العثماني وقائد الاسطول الانجليزي في البحر المتوسط خروج الحمله الفرنسيه من مصر عن نفقه الدوله العثمانيه فيما عرف بمعاهده العريش سنه 1800، والتي فشلت بسبب رفض حكومه انجلترا المعاهدات واصرت على استسلام القوات الفرنسيه اسرى حرب، مما اضطر كليبر لمهاجمه القوات العثمانيه وطردها الى الشام. وهنا بقى الدوله العثمانيه ايه؟ ممكن يجي لي سؤال يقول لي ان الدوله العثمانيه عانت من تشدد، او هي كانت الضحيه بتاعه تشدد سياسه انجلترا. طب ليه يا عم ضحيه؟ قال لك ضحيه لان انجلترا لما رفضت، او الحكومه الانجليزيه لما رفضت معاهده العريش، كليبر قام ضارب العثمانيين مره تانية بعد ما اتفق معاهم في معاهده العريش وطردهم بره القاهره. فطب وانا مالي ليمبي يعني، فاهمين؟ طيب، ثوره القاهره الثانيه. خلاص انا عرفت ثوره القاهره الاولى المقر بتاعها في الازهر، وفرض الضرائب ودخول نابليون الجامع الازهر وهكذا. طب ايه بقى ثوره القاهره الثانيه؟ قال لك انتهز المصريون معاناه ومتاعب الحمله الفرنسيه وقاموا بثوره وهاجموا معسكرات الفرنسيين، واستطاعت القوات الفرنسيه اخماد الثوره في القاهره والوجه البحري. يبقى العامل المشترك ما بين ثوره القاهره الاولى وثوره القاهره الثانيه الاثنين، الحمله الفرنسيه او فرنسا قدرت تخمد الثورتين. وأثناء ذلك قام الفرنسيون بالاتفاق مع مراد بيك لإخماد ثورة الصعيد مقابل أن يحكم مراد بيك الصعيد. إذن مراد رفض في عهد نابليون، إنما في عهد كليبر وتحديدا في أثناء اشتعال ثورة القاهرة الثانية وافق إن هو يتعاون مع الفرنسيين بإخماد ثورة الصعيد يعني. مقتل كليبر، مع السلامة. قتل كليبر في يونيو سنة 1800 على ايد شاب سوري يدعى سليمان الحلبي احد طلاب الازهر، وتولى مينو قيادة الحملة في مصر. وعندي هنا مينو بقى ايه، جاي يغني كده اغنية الحياة بقى لونها بامبي. الراجل اللي عايش في كوكب زمرد زي ما بقول لكم الكلمة دي كتير، يعني مش معانا على الكوكب. كليبر كان فاهم ان الحملة مستحيل تكمل اكتر من كده، انما مينو جاي متفائل قوي. قال لك يا عم انا عايز اعمل مستعمره في مصر، انا عايز اطور مصر من الناحيه الزراعيه والصناعيه والتجاريه عايز اعمل كل حاجه. طب انت مش شايف حواليك ايه اللي بيحصل؟ يعني مش شايف الدنيا فيها ايه؟ مش شايف ان الجنود بتوعك بيقلوا؟ مش شايف ان في مقاومه من المماليك والمصريين؟ مش شايف ان في حملات عثمانيه جايه؟ انت مالك متفائل قوي ليه كده؟ طبعا انجلترا اول ما لقيت ميمو جاي بيقول الحياه لقيت مينو جاي بيقول الحياه بقى لونها بامبي، قالت بلا بامبي بلا ازرق. قامت طالعه بالاسطول بتاعها، بعتت اسطول جديد في فبراير سنه 1801 بالاشتراك مع القوات العثمانيه وبعض المماليك، قالت اطلع بره بقى، انا خلقي ضيق فمش هستحمل مش هستحمل التفاؤل الرهيب اللي انت فيه ده. وبالفعل استسلم مينو، وما قدرتش الحمله الفرنسيه انها تقاوم التحالف الجديد اللي اتعمل عليها ده. وفي سبتمبر سنه 1801 خرجت الحمله الفرنسيه. تعالوا نشوف الكلام ده. قال لي كان مينو ينوي الإقامة في مصر على عكس كليبر، حيث أراد تحويلها لمستعمرة فرنسية كبرى، فقام بوضع خطة إصلاحية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والقضاء، وعمل شوية حاجات على فكرة هنعرفها إن شاء الله الدرس القادم. قلت بقى إنجلترا اتخنقت فعملت إيه؟ قال لك أرسلت إنجلترا أسطولا جديدا إلى أبي قير في فبراير 1801، وانضم إليه الجيش العثماني وبعض زعماء المماليك. يبقى أنا عندي 3 عناصر تسببوا في خروج الحملة الفرنسية في النهاية يعني. إنجلترا بعتت اسطول جديد، زائد مين؟ زائد الدولة العثمانية، زائد مين؟ زائد بعض المماليك. ال3 دول ادوا الى ان الحملة الفرنسية تخرج من مصر تماما. وبعض زعماء المماليك ونجحوا في دخول القاهرة، فاستسلمت الحملة الفرنسية وغادرت في 18 سبتمبر سنة 1801. انتهت خلاص الحملة الفرنسية وخرجت بره مصر بعد التاريخ ده. ده كان الجزء الأخير في الدرس بتاع النهاردة. مش هنقول بقى تفاصيل زيادة ولا كلام كتير عشان وقت المحاضرة ما يطولش. أنصحك لو ما شفتش الدرس اللي فات روح شوفه بسرعة. ما اشتركتش في القناة اشترك، دعمنا بلايك جميل وشير عشان غيرك يستفيد، عشان كمان تشجعني أنا ما احس إن أنا بشرح يعني للفضاء، أنا بشرح لبشر بيسمعوني وبيتفاعلوا معايا يعني. شكرا جزيلا لكم. كنت معاكم مستر أحمد حسن. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.